يحكى أنه كان يا مكان حكايتنا أشكال والوان، وحكايتنا النهاردة عن قطة جميلة خالص، بس يا خسارة كسلانة مشمشة دايما نايمة على رجل صاحبتها نوسة. كل يوم نوسة تاخد من ماما شريط ملون تعمله فيونكة وتربطه في رقبة مشمشة. نوسة بتحب مشمشة، بس مش هي لوحدها اللي بتحبها، في كمان حد بيحب مشمشة جدا جدا، الفيران. فار يحب قطة. طول عمرنا نسمع ان الفار يخاف من القطة، الفار يجري من القطة، الفار يستخبى من القطة، لكن فار يحب قطة عمرنا ما سمعنا الكلام ده. بس يا ترى ليه الفيران بيحبوا القطة مشمشة؟ علشان كسولة، لا بتجري وراه ولا بتلحقهم ولا حتى بتحاول من البيت تطردهم. يعني الفيران واخدين راحتهم، مشمشة موجودة او مش موجودة ما يفرقش معاهم. قطة كسولة مش بتتحرك ولا بتقوم بدورها. كان المفروض ان الفيران يخافوا منها، لكن مامة نوسة حاسة ان الفيران مصاحبينها. علشان كده مامة نوسة جت في يوم وقالت لنوسة انها زعلانة من مشمشة، ولما نوسة طلبت من مامتها انها تجيب لها شريط كبير يكون لونه احمر علشان تعمل فيونكة كبيرة وجميلة لمشمشة، ماما رفضت وقالت لها مشمشة محرومة من الهدايا ومن الشرايط الملونة لحد ما تقوم وتتحرك وتبطل كسل وتخرج الفيران من البيت. مين اللي سمع الكلام ده؟ الفيران، وبسرعة عملوا اجتماع في الحال. باباهم قال هنعمل ايه دلوقتي؟ مشمشة هتقوم وتجري ورانا وتحاول تخرجنا من البيت علشان هي بتحب الفيونكات. فرفورة قالت انا عندي فكرة، احنا نشتري شريط احمر كبير ونعمله فيونكة ونقدمه هدية لمشمشة. فرفور قال لها ايه يعني احنا نجيب فيونكة للقطة اللي المفروض هتاكلنا؟ ازاي ده بقى؟ قالت له فهمني، احنا هنجيب الشريط ونعمل فيونكة كبيرة ونخبي تحت الفيونكة جرس صغير، كل ما مشمشة تتحرك الجرس يرن واحنا ناخد بالنا ونستخبى. قالوا لها اما صحيح حتة فكرة. الفيران عملوا فيونكة حمرة كبيرة وخبوا تحتيها جرس صغير وسحبوا بالراحة وحطوا الفيونكة على سرير نوسة. ولما نوسة شافت الفيونكة افتكرت ان ماما جابتها علشان تصالحها. نوسة اخدت الفيونكة وبسرعة في رقبة مشمشة ربطتها. مشمشة تتحرك الجرس يرن، مشمشة تتنطط الجرس يرن، ولما تقرب من بيت الفيران يسمعوا الجرس ويستخب. مشمشة قررت انها هتبطل كسل، هتقوم من مكانها وتجري ورا الفيران لحد ما يخرجوا من البيت. كل ما تمشي وتقرب من الفيران الجرس يرن والفيران تستخبى. مشمشة قعدت تفكر، طيب يا ترى انا ليه لما بسمع كركبة واروح لحد هناك ملاقيش الفيران؟ تحاول مرة واتنين لحد ما خدت بالها من صوت الجرس. مشمشة فضلت تحاول تفك الفيونكة وفعلا فكتها واتسحبت واول ما سمعت صوت كركبة في المطبخ راحت هناك، ولما لقت الفيران متجمعين بأعلى صوت قالت مياو. الفيران قاموا هربانين، ومن يومها الفيران عرفت ان مشمشة ما بقتش كسولة وبقوا يخافوا يروحوا بيت نوسة. مشمشة بقت قطة شاطرة، ومامة نوسة بقت كل يوم تعمل لها فيونكة بلون مختلف. مشمشة قطة نشيطة ما بقتش كسولة ولا هادية، ونونوتها بقت مالية الدنيا.